تفاصيل مثيرة كشفها التقرير الطبي لضحية نجل الفنان أحمد رزق الذي لقي حتفه متأثرا بإصابته داخل المستشفى. أكد التقرير الطبي أن وفاته جاءت متأثرا بإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، مما جعله يدخل في حالة غيبوبة تامة ظل بها فترة بالمستشفى في الشيخ زايد. وأوضح التقرير الطبي أن المجني عليه يدعى علاء عماد الدين من مواليد 2003، دخل المستشفى في 28 مايو الماضي، وكان يعاني اشتباه بنزيف بالمخ وفاقدا للوعي وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالوجه. وأشار التقرير الطبي أيضا إلى أن المجني عليه لم يستجب للأجهزة والتدخلات الدوائية، وتوفي اليوم الجمعة 19 يوليو 2024، وتم رفع كل الأجهزة عنه بعد تأكد الوفاة. وكانت قد قررت جهات التحقيق بالجيزة إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة 5000 جنيه من تهمة تسببه في إصابة عامل دليفري بمنطقة الشيخ زايد في حادث سير عكس الاتجاه بدراجته النارية. وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اخطاراً تضمن ورود إشارة من مستشفى القصر العيني أفادت بوفاة عامل الدليفري المصاب في حادث نجل الفنان أحمد رزق.